الو. وي. حبيت تعرف كيفاش نقراو الارقام فوق لي بنو. اوكي. كيفاش نقراو الاطار باش نفهموه بطريقه بسيطه؟ مثلا في هذا الاطار 155 65 ار 13. 155 هو العرض هذا هنايا، يعني لا لارجور، وهذا الرقم تاع 65 هو العلو هذا بين الطريق والجونطه. الحرف R جا من الكلمة غاديال، يعني النوع الهيكل الداخلي تاع الإطار، واللي متكون من طبقات محطوطة بصفة عمودية ماشي بصفة مائلة، واللي هو أحسن من البنو دياغونال. 13 يعني كي نقولوا حنايا بار 13 ولا بار 16، هذا يمثل قطر تاع جونط. وهذا لو كود 73 تي، هذا الرمز 73 خاص بالحمولة اللي ينجم يرفدها هذا الإطار. تشوفها في واحد الطابلو فأنت تلقاها. والتي خاص بالسرعه القصوى. وكي تلقى هذا اللوغو هذا معناتها هذا الاطار خاص لفصل الشتاء. هذا الاطارات عندهم اداء هايل في الطقس البارد بزاف، في المطار، في الثلج، وحتى في لاكلاص، ولكن يتكلوا بصفه سريعه اذا استعملتهم في فصل الصيف. معلومه هامه، البنو قد ما يكون قديم في العمر 8 ولا 10 سنوات، قد ما تكون لاغوم تاعو يابسه، وهذا ينقص من لاتونيت دروت تاع البنو. وجميع الاطارات عندهم لا دات فابريكاسيون تاعهم، كيما هنايا 2308 23 هو رقم الاسبوع تاع السنه 2008. واللي حاب يبدل لا ديمونسيون تاع الاطارات ولا يبدل الجونطات، ما يكبرها ولا يصغرها، دير حسابك بلي كلشي يتبدل في السياره. السرعه الحقيقيه تتبدل في طابلو دبور، لو ريجيم تاع لي فيتاس يتبدل الى اخره. ابوني للمزيد من المعلومات، واللي عنده اي معلومه يحطها لنا في التعليق، وشكرا.